اسلام، شاعرنا في عندك قصيدة قلت يوم طلعت أوروبا، شنو قصة؟ اي والله هذه القصيدة اثناء جولتي في اوروبا، وشفت وضع السوريين عامة وابناء القبائل السورية، الشباب الاحرار، اصحاب الاصول الطيبة، اهل الكرم والضيافة. وشفت وضعهم، وطبعا متضايقين على بلدهم، ولكن للأمانة محافظين على عاداتهم وتقاليدهم، والنخوة موجودة ما تغيرت. ولكن حب الوطن دائما لما تكون مغترب له مكانة في القلب. فهذه القصيدة أنا كتبتها على لسان كل أبناء القبائل البدوية خاصة وسورية عامة في أوروبا. أقول: اسلم. الله من قلب شكا غيبة الدار، الله من قلب شكا غيبة الدار، ضاقت عليها الأرض صارت ظليمة، في ديرة الأجناب والنيت محتار، والله يستر من عواقب وخيمة. ما غير سلي خاطري بكل تذكار، ما غير سلي خاطري بكل تذكار، رغم العنا بالذكريات القديمة، في موطن إحساسي من الشوق نوار، وفي مدمعي مليون دمعة يتيمة. تدرون ليه الهم في دنيتي صار؟ لاني احس بغربتي بالهزيمة، في غربتي خطوة بدت بلف مشوار، وفي داخلي موطن ولاعب نسيمة، اشياء تسقيني من الجوف ابيار، تسعف ظما قلبي وتروي صميمه، واشياء تدفعني على فوهة نار يكوي لهبها بالعروق السليمة. اليعربي في غربته عاش منهار، حتى ولو كانت حياته كريمة. حب الوطن ما هو سواليف واشعار، حب الوطن يعني دلايل عظيمة. الديرة اللي ضيعت نخوة الجار، ما عاد فيها للرجولة حشيمة. وسلمتكم، وإن شاء الله السوريين يرجعوا لبلدهم معززين مكرمين بإذن الله بوقت قريب جدا. صح لسانك، الله ويسامحك يا يجزاك اخوي، خير. يطول عمرك. لا أنت يا أبو الترابي. الله يطول واللي عمرك يا عندك اخوي، الله ومسلك الطيب. يسلمك، يطول عمرك يا دي.